السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هتكلم فيه بس مختصر كده عن موضوع جمارك الذهب واللي بيحصل في مصر بالنسبة لموضوع الجمارك على الذهب. بداية كده قبل ما ادخل في موضوع الجمارك على الذهب، بس عايز اقول حاجة. انا راجل لا بتاع لا سياسة ولا اقتصاد، بس هقول لكم وجهة نظري في اللي انا شايفه واللي اللي خلانا نوصل للمرحلة ديت. الدولة المورد الأول للعملات الأجنبية، مش السياحة ولا أي دخل من الدخول بتاعة مصر، لأ، المغترب المصري هو المورد الأول للعملات الأجنبية لمصر. طيب، العملات الأجنبية لمصر بدأت تقل، وبدأوا يدوروا على مدخل من المداخل للعملات الأجنبية. فقال لك المغترب نعمل له حاجة اسمها شقق الإسكان للمغتربين طبعا، والتحويلات طبعا كلها عشان تبقوا عارفين كانت بالدولار. طبعا ما لقوش مجال، لأن الأسعار اللي حطوها أسعار فلكية بالنسبة للمغتربين. مفكرين إن المغترب بيجيب يعني بيروح يمسك فاس ومقطف وكلام من ده، ويعبي دولارات ويعبي فلوس وكلام من ده ويحولها. فما نفعتش معاهم موضوع الشقق، فدخلوا في قصة تانية، واللي كان الناس بيدوروا عليها وبقالهم سنين. قال لك نعمل لهم موضوع الإعفاء الجمركي للسيارات، وناخد منهم ودايع وكلام من ده. العدد اللي قدم بس على موضوع اللي هو سيارات الإعفاء الجمركي 91 تقريبا، 91 ما كملش 100 مغترب ان هم قدموا على موضوع الإعفاء الجمركي. فما لقوش حلول لموضوع العملات الأجنبية، طبعا مع تعويم الجنيه وان قيمة الجنيه قلت. فبدأ المغتربين طبعا يدوروا على حاجة ان هم يحفظوا بيها الفلوس بتاعتهم. فكان الحلول؟ انه يحول فلوسه لعملة أجنبية زي الدولار عشان يحتفظ بقيمتها، او انه يشتري بيها سبائك ذهب، سبيكة بقى من كل واحد على حسب المبلغ اللي موجود معاه. وطبعا الجمارك بدأت تنتبه ان الناس اللي مسافرة دي كلها جايبة، كل واحد جايب سبيكة معاه، كل واحد مراته نازلة جايبة حتتين ذهب معاها. فبدأ الموضوع يلفت انتباههم ازاي ان الحاجات دي تعدي بدون جمرك. فقال لك نعمل نعمل جمرك على الذهب. قال لك طب المغترب لما يدخل، قال لك المسموح له بس 10,000 جنيه، المسموحات له الشخصية اللي يقدر يعدي بيها 10,000 جنيه، مش أكتر من كده. طيب 10,000 جنيه دي لو هو داخل أيا كان المغترب ده مش جايبة يعني أقل من قيمة دبلة ذهب واحدة لابسها في إيديها، هيقول لك لا مفيش حاجة على طبعا. عمرو أديب عمل مداخلة مع مدير عام الجمارك واتكلم معاه وقال له اي حاجه فوق ال10,000 بيتم بياخدوها منه ويحطوها وديعه، ويعملوا لجنه، واللجنه مكونه من مش وزاره واحده، من وزارات، من ضمنها وزاره الدمغه اللي بتاخد المبلغ، اللي بتاخد الذهب وتقيمه، وبعدين ياخدوا نسبه 24% على قيمه الذهب. طيب ده بالنسبه للناس اللي بتهرب فعليا، اللي شغالين في التهريب، ده بالنسبه لهم فايده هيدخلها قانون. لكن بالنسبه للمغترب اللي معاه حته سبيكه شاع عمره، او كام حته سبيكه من اللي كام جرام دول، بالنسبه له خساره. اما تاخد ربع قيمه الحاجه اللي هو جايبها شاع عمره، يعني تاخد شاع عمره، ربع شاع عمره عشان يمشيها لك، عشان يمشي معاك بيها رسمي. فده طبعا سرقه عينك، يعني ملهاش حل. فالناس اللي بتقول لك موضوع الذهب وانا اخبي الذهب والكلام من ده، محدش ينزل بذهب اساسا. يعني الافضل محدش عاد ينزل بذهب، لان هو بقول لك هيقيس موضوع الذهب على حسب الحاله الاجتماعيه. معرفش الحاله الاجتماعيه اللي نازله ديت هياخدوها باللبس بتاعها، ولا هياخدوها بالشكل لابسه عبايه يحسبوا لها الذهب بتاعها تمشي امورها عادي، ولا لابسه بنطلون وتيشيرت، ولا الحاله الاجتماعيه هتقيم ازاي، ولا هيدخل يجيب له صوره الهويه بتاعته او صورته وهو مقيم في الدوله اللي هو فيها يحط الوظيفه بتاعته، ولا ايه الوضع بالظبط؟ محدش عارف هم عايزين ايه بالظبط.
فنصيحه الناس اللي بيقول لك، في ناس بتنصح الناس انزلوا بالذهب وانزلوا واشتروا ما يهمكوش اي حاجه وقولوا ومش عارف ايه. لا، موقف حصل امبارح في مطار القاهره بالنسبه للتفتيشات عشان الناس تبقى عارفه. هحاول احط لكم صور. واحده اتفتشت تفتيش ذاتي، الملابس بتاعتها طبعا جايبه ملابس، فيها ملابس جديده وملابس مستعمله وبدون تيكت. وطبعا احنا واحنا نازلين كل واحد بيجيب له مثلا 10 ازاز برفان، وعلى اللي نازله ب 10 علب كريم وحاجات اللي هي الحاجات بتاع الحريم دي اللي نازلين بيها. اتفتشت تفتيش ذاتي، تمام؟ مش بالذهب بس، لا، اي حاجه دلوقتي قعدوا يدوروا عليها ان هم ياخدوا جمرك على اي حاجه، حتى الملابس نفسها. طبعا الناس هتقول لك انت بتجيب الكلام ده منين؟ هحط لكم صور، ممكن احط لكم البوست اللي هي نزلته، الاخت اللي نزلته اتفتشت تفتيش ذاتي وصادروا الحاجات اللي معاها، الملابس اللي معاها والبرفانات والحاجات اللي معاها. يعني الموضوع كله بقى تحصيل عمله من المغترب، اي فلوس تيجي من المغترب بس، مش اكتر من كده، علشان الناس تاخد بالها من موضوع. انا مش بخوف الناس والله، الموضوع مش تخويف للناس، بس انا بنصح نفسي وبنصح الناس. الموضوع اللي نازل بذهب، الموضوع او ما تنزلوش احسن دلوقتي حاليا لغايه ما هم يلاقوا حل للموضوع الذهب اللي هم عايزين يجمركوه، والملابس والحاجات اللي هم عمالين شغالين في الجمركه بتاعتها. فيا ريت كل واحد ياخد باله من نفسه. موضوع النزول حاليا الجمارك مشدده على اي حاجه، حتى الاغراض الشخصيه. قال لك هم ال 10000 بس، يعني 10000 جنيه المسموح لك بيهم. يعني انت لو جبت لك تيشيرتين على بنطلونين على كام حاجه، انت ونصيبك بقى ان هم يعدوك بيهم او يوقفوك ويقول لك جمرك وكلام من ده. فربنا يسترها على المغتربين اللي نازلين بجد. حاجه يعني تخلي ان المغترب يكره ان هو ينزل فعليا، ان هو ينزل بلده. ليه؟ بسبب المعامله وبسبب القوانين وبسبب الاجحاف اللي هم شغالين فيه على المغترب بجميع انواعه. يعني كل حاجه المغترب فكر يعملها بيدوروا ان هم ازاي يكسبوا من خلاله، ازاي ان هو يكسب من خلال المغترب ده، ازاي يطلع منه اي مصلحه. بس هي عدد بتقاس كده، ازاي انت مسافر اطلع منك مصلحه، ازاي اطلع منك مصلحه بقى على ذهب انت داخل بيه. وهقول لك، والموضوع بقى بموضوع الذهب بقى على تقييم الموظف نفسه. يعني الموظف نفسه هو اللي هيقيم الشخص اذا كان اللي معاه ده ينفع ان هو يدخل بيه عادي ولا ما يدخلش بيه، ولا نوقفه ونعطله. والناس اللي يقول لك لا وقف وقول لهم ده حاجه شخصيه وكلام من ده، لو دخل ب3 4 حتت صيغه هيقول لك ده اكتر من 10000. الموضوع واقف على اهواء الموظفين، يعني ما عادش له حاجه نظاميه اللي هم بيحددوها، سايبين الموضوع مفتوح. يقول لك تقييم على الحاله الاجتماعيه ومش الحاله الاجتماعيه، وتقييم على تقييم الموظف نفسه، هو اللي يقيم الشخص المغترب او يقيم الست اللي داخله الفلوس اللي معاها ديت، الذهب اللي معاها ده شخصي ولا تجاره. فربنا يسترها على الناس، كل واحد يخلي باله من نفسه، والموضوع يوقف شويه على لغايه ما هم ياخدوا حاجه معينه او ياخدوا قرار معين في الاوضاع بتاعتهم. ربنا يسترها عنا جميعا يا رب وتوصلوا بالسلام. الناس طبعا اللي بيتكلموا على موضوع التفتيشات، الموضوع امبارح لسه حصل امبارح، بتاع الست اللي فتشوها وخدوا منها الهدايا اللي موجوده معاها كلها، وقالها انت بتتاجري فيها. بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان الفيديو ما يطولش. هسيب لكم الصور على الفيديو ده، صور الست اللي كانت نازله وصدروا الحاجات الهدايا اللي موجوده معاها. اشوفكم على خير. قبل ما تقفل الفيديو بقى ما تنساش تضغط على اللايك وتعمل شير للفيديو. ربنا يسترها على الناس جميعا. السلام عليكم.